السلام عليكم عشاق الطبخ، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده. رمضان مبارك سعيد. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فطور اللي غادي يكون سهل صحي، واهم حاجه كيوجد دغيا. اول حاجه غادي نبدا بها هي لاباط بريزي، حيت غادي نصوب الكيش بالدجاج. المقادير غادي تلقاوها مكتوبه، ندوزو دابا نشوفوا الطريقه. خديت 250 غرام ديال الطحين اللي غربلتها. 250 غرام كتجي تقريبا هي زلافه مغربيه عامره مزيان. وغادي نضيف عليها الملح على حسب الذوق، غادي نضيف تقريبا واحد نص معلقه صغيره مع السكر سنيده تقريبا واحد معلقه صغيره عامره، ونص باكيه الخميره الحلويات ازا تقريبا واحد 3 غرام حتى 4 غرام، مع 2 معالق كبار ديال الزيت. استعملت هنا زيت روميه 2 معالق كبار. وغادي نضيف الا كانت عندكم لا موطارد حتى هي كتجي زوينه كتنسم لاباط بريزي. غادي نضيف تقريبا واحد ربع معلقه حتى نص معلقه صغيره. وهنا غادي نضيف الزبده خصها تكون بارده. غادي نضيف 100 غرام تقريبا 2 معالق كبار عامرين مزيان. لاباط بريزي ما كتعجنش. نورمالمون غير كتدخلوا الزبده كتمعسوا الزبده مع الطحين، ماشي كتبسبوسوا الطحين، مي غير كتضغطوا على الزبده باش تندمج شويه مع الطحين بهذه الطريقه ديال بالاصابع، ما كتدلك ما والو. هي نورمالمون ساهله، ولا تبعتوا المقادير بالضبط مع الطريقه غادي تجيكم ناجحه وكتجي فتيه. وغادي نطيبها انا نورمالمون مع الحشوه دابا تشوفوا في الفيديو. غادي نطيبها او ميم طون وفريمون كتجي لذيذه وهشيشه، غادي تعجبكم بزاف. كنضيف بيضه، كنبقى نزيد نجمع العجين، غير كنخلط ما كنعجنش العجين، وماشي كنحاول نبسبس الطحين، يعني كيبقاو دي مورسو الزبده بوحدهم والطحين بوحدو، غير كنحاول نجمع نحصل على واحد الكره ديال العجين. وغادي نضيف هنا معلقه كبيره ديال الماء بارد حيت ما تجمعاتليش بالبيضه، يعني كتضيفوا الماء الا احتاجيتوه معلقه من معلقه حتى 2 معالق، وهكا غير تحاولوا تجمعوا ديك الكره. العجين ما كيكونش متجانس 100%، كيكون باين قطع الزبده مع الطحين باينين. هكاك بغيتها. اون فوا كنحصل على هاد الكره هادي كناخذ فيلم اليمونتير كنجمعو فيها، كندخلها الثلاجه لمده تقريبا 30 دقيقه على الاقل، خصها تكون بارده باش تنجح معنا. في هذاك الوقت كندوز انا نوجد الحشوه. الا كنتو مزروبين تقدروا ديروها في الفريغو، اقل مده هي 15 دقيقه. الحشوه غادي ناخذ مقله فين درت زيت البلديه، غادي نضيف البصله اللي قطعتها قطع صغيره باش نشحرها. الحشوه غادي نستعمل فيها انا الدجاج، تقدروا ديروها بالكفته ولا ديروها بالطول باش ما بغيتو. غادي نغطي البصله ونخليها تهاد شويه، عاد نضيف قطع ديال الدجاج. انا خديت هنا غير صدر ديال الدجاج قطعته لي مورسو صغار، وغادي نضيف عليهم الثومه. انا هذه كانت عندي في الفريغو، دابا نوريكم في هذا الفيديو طريقه تخزين الثومه. وغادي نزيد عليها 2 خيزويات محكوكين شرطون لاشواغ. الا كانت عندكم ديك لاشواغ صراحه كتنفع في رمضان، سورتو في رمضان كنربحوا بها الوقت. هي فين قطعت البصله وحكيت خيزو. صافي غادي نخلي كلشي غادي يتشحر وندوز نزيد التوابل. غادي نضيف العطريه على حسب الذوق. انا هنا درت نص معلقه ديال الملح مع شويه ديال سكينجبير ولا بزار تقريبا نص معلقه، وغادي نخلط كلشي ونخليه يتشحر حتى توجد لي الحشوه، نخليها تبرد وندوز نكمل لاباط بريزي. هنا خديت بلاستيكه اللي حليت على 2 فيها غادي نطلق لاباط من بعد ما بردات. كما قلت لكم اقل حاجه في الثلاجه 30 دقيقه، في الفريغو تقدروا تخليوها ربع ساعه. كنرش البلاستيك بالدقيق قبل ما ندير لاباط، وكنرش حتى لاباط من الفوق بالدقيق، عاد ندير عليها البلاستيكه ونطلقها بالمدلك. كندلكها مزيان تكون متساويه ديال السمك ديالها، ونجيبها قد اللاطه اللي غادي نديرها فيها. نحاول نطلقها على شكل دائري حيت انا اللاطه اللي غادي نستعملها دائريه. نبقى نقاد لاباط وانا بالمدلك وانا كنطلقها حتى نحصل على الدائره ولا الشكل اللي بغيت. العجين كيتدلك بسهوله وما كيلصقليش في البلاستيك، يكفي انكم ترشوه بالطحين. وهنا غادي ناخذ واحد لاطه اللي غادي ندير فيه الكيش ديالي، تقدروا ديروها دي ميني كيش، انا كيعجبني هكا وحده كبيره. اللاطه من الاحسن تكون هكا بزاف باش تشوفوها فاش تكون كطيب، تشوفوها واش تحمرات من تحت. سينو الا ما كانتش عندكم يكفي ديروا اي لاطه واحده اخرى.
وين فوا كطيب كتحيدوها لما كانتش مازال ما تحمرات مزيان، تردوها للفران تحمر. هنا كنحاول نقاد العجين على شكل لاطه، خصها تكون مغطيه المول كامل وطالعه مع الجناب. اللي كنقص من الجهات اللي عندي فيهم زايده، وكنحاول نديرها في البلاصه اللي ما عنديش في الجنايب. هكا بطريقه سهله كنقاد العجين على المول كامل حتى كنكملو يكون واخد لا فورم ديال المول. عاد ندوز نشكو بلا فورشيت. من بعد ما قديت العجين وتاكدت بان السمك ديالها كله هو هذاك، ما كاينش شي بلاصه غليظ على وبلاصه هابطه، خديت الفورشيت وبديت كنسكها. ما تنساوش الجوانب ضروري حتى هما تشكوه بالفورشيت. وين فوا كنساليو كناخذوا بيضه اولا صفر بيضه عفوا، مع معلقه كبيره ديال لا كريم فريش. انا غادي ندير لاباغاي باش غادي نخدم لا كيش، غادي نخدمها بلا كريم فريش. الا كنتو غادي تخدموها بدانون مسوس تاخذوا معلقه كبيره ديال ياغورت مسوس. كنخلط، انا خديت لا كريم فريش مع صفر بيضه، كنخلطها مزيان وندهن بها العجين. هاد المرحله هذه ضروريه حيت هاد الخليط كيشكل بحال العزل ما بين لاباط والحشوه. كندخل لاباط من بعد ما كنسالي الفريغو على ما ندوز نوجد لاباغي. هنا لاباغي غادي نحتاجو 2 بيضات. انا استعملت صفر بيض البيض اللي بقى ليا مع واحد البيضه كامله، ولا تقدروا ديروا حتى 3 البيضات. غادي ناخذ المايزينا معلقه كبيره مع معلقه صغيره ديال خميره الحلويات تقريبا واحد 4 غرام، شويه د الملح مع شويه د الابزار. ضروري تستعملوا المايزينا حيت هي اللي كتخلي هاد لاباغاي تعقد لينا. يعني المايزينا ضروريه، كندير واحد المعلقه كبيره حتى 2 معالق. هنا غادي نضيف انا الفرماج حيت كيعجبني نحس بالفرماج فيها. تقدروا انا غادي نستعمل الفرماج المثلث والفرماج المبشور المحكوك، تقدروا تستعملوا نوعيه واحده. كنخلط جميع المقادير مزيان حتى ينسجموا ليا. وعاد غادي نضيف لا كريم فريش. انا استعملت تقريبا 200 ملل ديال لا كريم فريش. ماشي شرط تستعملوا لا كريم فريش، تقدروا تعوضوها بالياغورت طبيعي. تقريبا واحد 2 اولا 3 ديال العلب ديال الياغورت على حسب المول اللي عندكم، على حسب الحجم. انا بالنسبه لا كريم فريش استعملت 200 ملل بالضبط. وزدت الفرماج محكوك مع شويه ديال الربيع مقطع. صافي هنا كتكون جميع المقادير ضفتهم من لاباغي وكتكون لاباغي وجدات. في هذه الاثناء غير نسالي لاباغي غادي نشعل الفران كنشعلو على حراره متوسطه تقريبا 180 درجه سلسيوس، كنشعلو غير من التحت. وهنا من بعد ما جمدات ليا ديك الطبقه اللي درت على لاباط كنخرجها وغادي نزيد عليها الحشوه من بعد ما كانت بردات مزيان. غادي نفرقها على لاباط مزيان وعاد نضيف عليها لاباغي خصها تجي قد المول، يعني تغطي العجين كامل. وكندخلها الفران كما قلت كنشعلو غير من التحت. كتاخد تقريبا ما بين 20 حتى نص ساعه كتكون واجده. الا كما قلت لكم الا كان عندكم هذا المول ديال الزاج كتبان لكم العجينه واش طابت من التحت، اما من الفوق هي كتقيسوها هي كطيب راه كتولي طبقه متماسكه، كتكون طايبه مزيان، كتكون جامده ديك لاباغي، كتولي كتقصح كتجمد. فاش كيطيب لينا لاباغي ديك الساعه كندير عليها الفرماج محكوك وكنشعل عليها من الفوق باش يتحمر ديك الفرماج. ها هي من بعد ما وجدات كتجي رائعه، وكنوري لكم هنا من الجوانب كيفاش محمره، جات لذيذه بزاف وفتيه. من بعد ما ساليت الكيش غادي ندوز نوجد طاجين. انا صراحه ما كنبغيش نوجد بزاف الوصفات في رمضان حيت الكوزينه كتاخذ بزاف الوقت، لذا كنحاول نشوف فيها 2 حاجات 3 اللي غادي ناكلوهم وما غاديش نتاكد ما غاديش نضيع مورانا الماكله.
هنا بغيت نشارك معكم اول مره ناخذ هاد لاباري، كنت كنشوفها بزاف. بانت هذه تقريبا وقيله شي 3 سنين انا يلا خديتها، وهكا كنت اول مره غادي نجربها، وصورت هذا المقطع بالنسبه للناس اللي تاهما بحالي عمرهم ما زعما ياخذوها. راها عجبتني بزاف. هانتوما كتشوفوا معايا هنا كنطحن الثومه. وبالمناسبه وانا كنطحن الثومه كنت نشارك معكم طريقتي تخزين الثومه، ما عرفتش واش كلشي كيدير بحالي ولا لا. المهم هنا خديت علبه فين درت الثومه. تقدروا ديروها في علبه وتزيدوا عليها الزيت البلديه، كنحتفظ بها انا في الثلاجه الفوق، زعما ماشي في المجمد غير في الثلاجه. كنضيف عليها الزيت الزيتون، كنخليها تقريبا من اسبوع حتى لاسبوعين. كنبقى في وقتاش ما كنحتاج الثومه كنهز تقريبا واحد نص معلقه ولا هذا، المهم على القدر اللي تحتاجه. اولا الطريقه الثانيه هذه اللي كتبقى مده كبيره، كناخذ كيس بلاستيكي ديال الفريغو، كنحاول نحيد الهواء منه، ايطالي زعما ديك الثومه ديالي، ونفرقها هكا. كندير خطوط بالسكين باش اون فوا نبغي شي قطعه ديال الثومه كتقطع ليا بكل سهوله. كندير خطوط بالطول وبالعرض باش كنشكل واحد المكعبات صغيره، وكنحتفظ بها في الفريغو. كما قلت كتبقى اشهر في الثلاجه في الفريغو. هنا دزت نوجد شرموله ديال الحوت. وجربت نيت هاد لاشواخ هادي في الربيع. صدقات فريمون كتقطع مزيان، عجبتني. بالنسبه للناس اللي باغيين يشريوها راها مفيده، وسورتو في رمضان هكا كنبغيو الات اللي تسهل علينا الخدمه وتنقص الوقت. كما شفتوا قطعت الربيع والثومه، خليت فيها شويه الثومه اللي كنت طحنت، وغادي نديرها في بول باش نزيد عليها العطريه اللي غادي نشرمل فيها الحوت. هنا غادي نضيف عصير حامضه صغيره، وغادي نضيف الملح على حسب الذوق. تقريبا انا ضفت واحد نص معلقه صغيره عامره مزيان. وبالنسبه للعطريه انا كنستعمل صراحه في الحوت كنستعمل غير الكمون والتحميره. بالنسبه للحوت كتجيني هاد جوج حاجات كافيين باش كيجي الحوت، الطاجين ديال الحوت كيجي لذيذ بزاف. درت تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الكمون مع معلقه صغيره ديال التحميره، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره يعني مغروف ديال زيت البلديه، ولا تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. هنا خديت انا الحوت استعملت الفرخ، غادي نتبلو مزيان، غادي ندير له الشموله مزيان ونخليه يرتاح لما ندوز نوجد الخضره ديالي اللي غادي نستعملها في الطاجين. بالنسبه للخضره انا استعملت خيزو بطاطا، وغادي نزيد حتى المطيشه. قطعتهم هكا دوائر، وكنستف خيزو في القاع ديال الطاجين، نزيد عليه بطاطا. انا ما سلقتهمش يعني خليتهم حتى يطيبوا في دقه واحده مع الحوت، وغادي نفرش فوق الخيزو بطاطا، وابخي غادي نزيد قطع اولا دوائر ديال الطماطم مطيشه، وعاد نستف عليها الحوت اللي من بعد ما شرملته. تقدروا ديروه في مول اللي كيدخل الفران، ولا طيبوه في طاجين كما درت انايا. انا نورمالمون الفطور ديالي كيكون مالح، يعني منه فطور منه عشاء. ما كنديرش العشاء من بعد، كتكون مور التراويح كنشربوا غير الحريره كانت عندي هاد النهار واجده ما صوبتهاش، يعني صوبت طاجين والكيش، ومن بعد صلاه التراويح عاد خدينا زلافه الحريره. هنا كنزيد الشرموله، وكنزيدي تقريبا واحد نص كاس ديال الماء، ما زدتش الماء بزاف، شليت ديك البول باش ما يبقاش فيه العطريه، وضفتها على الخضره وصافي. كنديرها في فوق عافيه مهيله، يعني كنخليها واحد الساعه تقريبا هي كيطيب. ومره كنعري على الطاجين ونسقي الحوت بديك المرقه اللي كتكون. وكما شفتوا زدت عليها حتى دوائر ديال الحامض، حيت كنعرفوا الحامض مع الحوت كيعطي بنه. كان هذا هو فطورنا بالصحه والراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء ورمضان مبارك.